إذا علم التجميل ده علم مليان أسرار ومليان حاجات كتيرة جدا هنقدر إن احنا نعرفها وهنقدر إن احنا نستخدمها. الحقيقة السبب إن أنا بدأت أعمل البرنامج دوا لأن لقينا في الفترة الأخيرة مع انتشار السوشيال ميديا في طرق مختلفة موصوفة وحاجات تركيبات ووصفات. الوصفات دي لقينا ان الناس بتستخدمها بكثرة، وللأسف الحاجات دي بتسبب مشكلات كبيرة جدا، وده هو بسبب نقص الوعي بالأمور البسيطة جدا. فمثلا في واحدة ست قاعدة في بيتها عاملة ماسك غريب جدا، أول ما أولادها بيشوفوها بيبتدوا يصرخوا وشايفين حاجة غريبة جدا، ووالدهم بيبتدي إن هو يشوف الشكل دوا ويترعب من المنظر اللي بسبب الماسكات اللي بتتعمل، سواء كان ماسك الطين أو الماسك الطمي أو حاجات كتيرة جدا. الحاجات دي للأسف إحنا بسبب الوصفات اللي موجودة على السوشيال ميديا بدأت الناس إن هي تستخدمها بطريقة مفرطة، فبالتالي بدل ما هي كانت حاجة كويسة احنا ممكن ان احنا نستعيض عنها بالحاجات العلمية الجميلة. يعني في كريمات كويسة جدا نقدر ان احنا نستخدمها، وماسكات للتقشير معمولة بطريقة كيميائية جميلة وبدون اضرار. ولكن لازم برضو نخلي بالنا ان ما ينفعش ان احنا نصرف في استخدام المواد اللي هي مقشرة دي، لان احيانا بتحصل منها مشاكل كبيرة جدا. فلازم نستشير الطبيب بتاعنا علشان نعرف الطرق السليمة اللي احنا نقدر نستخدم بيها المادة المقشرة دي بدون ما يحدث منها مشكلة وبدون ما تأثر علينا. يعني احيانا بعض الناس لما بتبتدي تستخدم المواد دي لانها موجودة في الصيدليات او قدرت ان هي تحصل عليها بطريقة ما، بتبتدي تسيب المادة دي فترة أكتر من الفترة اللي المفروض إن إحنا نستخدمها، فبالتالي بتتسبب في وجود حروق وتصبغات في الجلد. فبدل ما أنا برجع للبشرة بتاعتنا نضارتها، وبدل ما إن أنا أقدر إن أنا أعالج البشرة بتاعتي وأخليها نضرة وجميلة، بسبب لها مشكلة إحنا في غنى عنها. علشان كده لازم الحاجات دي يتم عمل رقابة عليها، وما ينفعش ان احنا نستخدمها الا تحت اشراف الطبيب. لان الحقيقة التقشير ده فيه حاجات كتيرة جدا، في منه تقشير كيميائي، وفي منه تقشير كريستالي، وفي تقشير فيزيائي. يعني في اكتر من طريقة بنقدر نستخدمها علشان نقشر البشرة بتاعتنا، والهدف منها ان احنا نعالج مشكلات كتيرة جدا، زي مثلا مشكلة حب الشباب، او مشكلة زيادة التصبغات، او لو احنا عايزين نخلي البشرة بتاعتنا نضرة بطريقة بسيطة. فكل الفكرة اللي بتعمله المادة المقشرة ان هي بتشيل الطبقة الخارجية، وده اسمه التقشير السطحي، فتبتدي الطبقة اللي تحتيها بتكون نضرة وبينك ولونها جميل كده وجذاب.